نحضر هذا اليوم فيما يخص تقديم ديال السي إلياس اللي دابا لقى راسو متبوع بعدة متابعات كما قال الأستاذ الصوفي اللي كنضم تحت اللواء ديالهم المهم الذي يدافع تحت إشراف النيابة العامة على الحق العام، لأن النيابة العامة من حظ السي إلياس أنه داز في الجديدة. هناك السيد وكيل الملك الذي أعرفه وعملت معه شخصيا، هو رجل لا يخاف في الله لومة لائم فيما يخص الدفاع عن الحق العام. هذا يعني شهادة عملية ماشي شهادة سمعنا بها، كنعرفوه عن قرب، وبالتالي ما بين السطور سيدرس بكل حنكة وبكل جدارة، ومع رئاسة المحكمة غادي نوصلوا أننا ننقيو الأذن المغربية والعين المغربية والشارع المغربي الصغير الحدث. ما كنقولوش حنا غير لي مينور، ولكن هناك أحداث صغار ذهبوا وراحوا ضحيات، آباء يشتكون ويلتقون معي ويتكلمون على أن أبنائهم فوجئوا وهم يرقصون كالفتيات، يعني الذكور، ويلبسون لباسا هذا، وفوجئوا ومرضوا نفسيا بسبب ذلك، نظرا للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت بسيطة وبدون مراقبة مع الأسف. هذه من جهة. من جهة أخرى أن هناك ديك فرضية السينيال، راه ما يمكنش أننا نقطعوا السينيال لأن الأمر أصبح دوليا، الأمر أصبح متشعبا، الدخول أصبح بطرقات متعددة، وبالتالي الإدارات المعنية أن أي واحد كيفتح إذاعة وكيفتح قناة في المغرب راه ما عندوش المواصفات ديال النشر، خاصو كما كنقولوا رخصة ديال الوكالة الوطنية لتقنية الاتصالات، خاصو رخصة من الصحافة، خاصو رخصة ديال CCM ديال المركز المغربي السينمائي المغربي، خاصو رخص من وزارة الداخلية عادي يبدا خدام، خاصو المنظومة ديال الضرائب تدخل معاه عادي يبدا خدام، وبالتالي يخضعوا للمراقبة. نشاهد فتيات في ريعان شبابهن ترقصن ويتتبعن من العالم من نقطة الألف إلى باء، وأنتم تعرفون الدول التي تغزوهم بأموالها، وبالتالي قد يصل ذلك إلى درجة الاتجار في البشر. وإحنا كنعرفوا أن القانون الجنائي يعاقب على الإخلال بالحياء العام، والحياء العام دابا ولات الشبكه العنكبوتيه ولات عامه مثل الشارع العام باش تشوفوا العري، ولا كتبدا كتصفح شي حاجه ثقافيه وكيطلعوا لك، كتبدل شي صفحه كيطلعوا لك كيخرجوا على الدراري. وبالتالي هنايا كما كنقولوا الخليه هي صفر تفاهه وصفر رأفه. خاصكم تعرفوا مستقبل وليداتكم، مستقبل المغرب. دابا الدول ولات كتسابق على رجوله الذكور وتتسابق على امور ستاتي استراتيجيا وعسكريا. الدول ولات كتسابق على الرجال، تقلب على الرجال، وحنا خدامين كنأنتوا في الذكور ديالنا، وهذا خطير جدا. كذلك بعض المرات كتفاجأ انك تسمع كلام نابي حدا والديك وحدا عائلتك لا يسمع، واخا تبغي تبعد من داك الشيء كينقز بوحدو، تبدل غير شي باج كيخرج لك هو جوج كلمات الاولين كتسمع هذا. سي إلياس كنتمنى ان ما سبق يكون تجربه، وهذا الشيء هذا يكون من اسباب الردع، وعطى الله ما يدار، والانسان ما خاصوش يبقى بارد الكتاف وما يذوقش الفلوس. الانسان يذوق الفلوس ديال الدادسانس وكيتم غادي، ماشي غير هو الاول ولا جاو، هو ضحيه من ضحايا الشهره. لكن الانسان ملي كيولي بالغ كيتحمل المسؤوليات ديالو. كنتمناو ان العائله ديالو تفهم هذا الشيء هذا، والعائله ديالو تقوم بدراسه الموضوع وتشوف الامور بعيد، وتشوف ما سياتي اثناء مراحل التقاضي، وتكون الرزانه وما يكونش هذاك الشيء ديال الرعونه اللي كنشوفوه امام المحكمه. مع الاسف كان خارج المحكمه ما نشوفوش داك الشيء من الرعونه، وتسبب في ماساه اخرى في الاسره. يتقتصر هذا الشيء. السي إلياس دابا راه امام ايادي الحمد لله ديال القضاء العالي في المغرب. نتمناو ان الامور يكون عبره لمن لا يعتبر.